على فكره يانيك فيريرا مدرب كويس جدا. عارف الفرق بين مدير فني وبين كوتش؟ هتقول لي يا عم ما تقعدش تفتي وتحور، ما هو المدير الفني هو الكوتش. الفرق ان دي انت بتقولها بالعربي ودي بتقولها بالانجليزي. هقول لك لا، تعالى صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم واقول لك الفرق. الفرق ان مدير فني، كمدير فني مدرب كويس بيقدر يعمل مع الفرقه جمل، بيحفظ اللعيبه حاجات، بيتنفذها جوه الملعب، بيقدر يعمل شكل للفريق، بيقدر يخليك توصل للجون كتير وتجيب جون، وبيقدر يخليك تدافع بشكل كويس. بس ما بيقدرش يدير الماتش كويس، مش كوتش كويس جوه الملعب. زي مثلا يانيك فيريرا بيبتدي مع الزمالك الماتش كويس جدا وشكلك بيبقى حلو وبتجيب جون وبتوصل للجون كتير وبتضيع اجوان، بس اول دروب مع الفريق بيحصل في الماتش بتلاقيه ضرب حيث بيس، ما بيقدرش، ما يعرفش يتصرف. بمعنى الراجل يخش في نادي الزمالك جون التعادل ما يعرفش يعمل تغييرات، ما يعرفش يدير الماتش، بيضرب حيث بيس، ما بيعرفش يتصرف. المدرب الكوتش يقدر يقرا الماتش واحداث الماتش وسيناريوهات الماتش، ويقدر يقرا نقط القوه ونقط الضعف بتاع الفريق اللي قدامه، فمن خلالها يعمل تغييرات تبقى صح في اوقات صح في اماكن صح مع لعيبه صح، فيقدر يغير شكل الفرقه، يقدر يخليك تعمل رومونتادا. يعني ده مدرب وده كوتش. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.